السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا كل حبايبي، ازيكم يا كل مشاهدين اللي داخل مصر وخارج مصر. كل سنة وانتم طيبين. دلوقتي في مناسبتين، عيد الربيع وعيد الفطر. كل سنة وكل دول العالم بخير، كل سنة وكل مصر بخير وطيبة، وتعودوا لها بخير يا رب. ويا رب ما يجيبش حاجة وحشة لحد أبدا، ويجعلنا بفرح يا رب، ويصلح حال الجميع. الوقت ام زياد النهارده يوم يوم ام زياد. بتعمل ام زياد طبعا حبيب الزرع والسطح. فانا قلت اسقيه وهوريكم حاجات تانية هعملها عشان كل سنه وانتم طيبين بقى تبقوا عارفين هعمل ايه. خليكم معايا. الوقت يا حبايبي هوريكم حاجات انا بعملها. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صحبه اجمعين. قعدة ام زياد المفضلة، قعدة ام زياد المفضلة. دلوقتي يا حبايبي انا هعمل فوق السطح الرنجة. كل سنة وانتم طيبين. الرنجة كل سنة وانتم طيبين. هي يا حبايبي طبعا انا هعملها قبل العيد. اللي بياكلوها في العيد انا بعملها قبل العيد. لا يا حبيبتي تعملها قبل العيد. هقول لك، بدل ما تزفري شقتك وتزفري ستايرك قبل ما تفرشي وقبل ما تعملي اي حاجه، اعمليها وعبيها في العلبه. اهي يا حبايبي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله اجمعين. اهو يا حبايبي. بصوا يا حبايبي، انا بشويها وبعبيها في العلبه دي وبروح ركنها في الثلاجه. ليه يا ام زياد؟ عشان حتى لو انا عاملاها في الشقه ما تعمليش على الستاير دخانه، او في الشقه دخانه. لا، انا اعمل قبل ما امسح حتى الشقه وافرش الشقه بتاعت العيد. فانا بفكركم دلوقتي يا حبايبي ان انتوا تعملوها قبل ما تفرشوا، ان انتوا تعملوها قبل ما تفرشوا عشان الدخانه بتاعتها تفضل نبضه في الشقه. انا كنت ان انا عندي سطح وغيرها ما عندوش، هتعملها فين؟ فطبعا يا حبيبتي بتعمليها في المطبخ قبل ما تفرشي الستاير وتفرشي السجاجيد، لان الريحه بتاعتها بتفضل في الشقه وبتروح معبياها في العلبه. اللهم صل على سيدنا محمد. اهو يا حبايبي. بتحبي تفصصيها فصصيها واركنيها. تحبي تعمليها سلطه اعمليها سلطه، بس اهم شيء يا وانت حتى هتشويها وتخليها بحالها كده في قلب العلبه. يا وانت هتشويها وتخليها بحالها في قلب العلبه. وان شاء الله من غير ما اللي عاوز يخزن توم يا حبايبي يخزنوا الايام دي بقى. خلاص كل سنه وانتم طيبين. اللي عاوز يخزن التوم يخزنه. اهو التوم انا جايباه بردك اهو، جالي لغايه البيت ب 10 جنيه كيلو. انا ما اعرفش بره بكام، بس الراجل جابهولي اهوت يا حبايبي. بس انا ما حبيتش طبعا متعوده ناخد منه، قال لي ب 10 جنيه. جاب لي التوم بردك اهو يا حبايبي. اهو يا حبايبي. اللي عاوز يخزن التوم بقى الايام دي يخزنه، وهوريكم اعمل فيه ايه. خليكم معايا. دلوقتي يا حبايبي رجعت لكم بعد ما خلصت الرنجه. خلصت الرنجه هوريها لكم. اللي عاوز يعملها سلطه يعملها، يحط عليها بصل. اهي يا حبايبي. اللي عاوز يحط عليها بصل انا بعملها كده في العلبه كده وبغطيها طبعا خلاص كده اهو. وقت طبعا ما يجي في يوم العيد ولا قبل الوقفه بيوم، يوم الوقفه قبل العيد بيوم، بروح احط عليها بصل واحط عليها فلفل وقوطه وليمون وزيت بالطريقه دي. عاوزه انت بقى تحط عليها طحينه تحطي، عاوزه تحطي اي حاجه عليها تحطي، تبع راحتك انت. بس انا كل اللي هدفها ان انا بعملها قبل ما احط الستاير وقبل ما افرش الشقه، على حيث ما يبقاش في ريحه في قلب الشقه. فانا بفكركم بيها على حيث ان انتوا تعملوها. اهي يا حبايبي. وبروح بقى عاملاها في علبه زي كده واروح حطاها اهي كده. تفضل في الثلاجه بقى، تحبي تاخدي منها تحبي، عايز تحطها في الفريزر حطي، عايز تحطها على اول رف، اول رف من تحت الفريزر، اول رف من تحت الفريزر في الثلاجه. لا اما تحطها في الفريزر لو قعدت عندك سنه ما جراش اي حاجه. فالوقت يا حبايبي اهوت بالشكل ده. فانا بقى هوريكم حاجه بالنسبه للثوم. انا كنت قايله قبل كده في فيديو اللي عاوز يفرم ثوم بيفرمه في شهر 2. اللي عاوز يفرم ثوم بيفرمه في شهر 2.
اللي عاوز بيخزن ويعلقه زي المزيات كده بالطريقه دي اهو يا حبايبي. بروح عاملاه كده وحطاه في حته ديل، معلقاه في حته ديل اهو. بص على الحبل اهو اهو. بعمله بنفس الايدين، ما بكترش عشان الجو ما بيحرر بيسخن على بعضه وبيفضش، بيسخن على بعضه وبيفضش. فانت حبيبتي ما تخلوش يسخن على بعضه عشان ما يفضيش. عاوزه تخليه ببلكونه، هويه الاول لغايه ما ينشف من العرش بتاعه، اللي هو العرش الاخضر ده حبيبتي، اللي طبعا الاول ما خزنه. العرش ده ينشف الاول ده اهو، وبعد كده هاتي كرتونه وحطي فيها في قلب بلكونه، في اي مكان بقى انت حابه تحطي فيه اهو يا حبيبتي بالطريقه دي. فانا حبيت اوريكم، اللي عاوز يخزن يخزن الايام دي يا حبايبي، ومحدش ينسى. ده انا راجل جابهولي لغايه البيت ب 10 جنيه، بس انا ما اعرفش بره الله اعلم بكام. فانا حبيت اقوله لكم بردك اهو. بس ما شاء الله الطومايه بصوا جميله 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 اهي اهي يا حبايبي اهي. انا زي ما بقول لكم بعمله حبات حبات كده، وبروح بقى ايه ربطاه ومعلقاه في حته فيها هوا، يعني في حته ما يكونش فيها شمس، لان الشمس ما بتطولوا يا حبايبي بتطبخه، يعني بتسويه اكنك مفضياه. يبدا تيجي تاخد الواحده تلاقيها ما فيش غير هوا، ما تلاقيش في غير هوا. فانا حبيت اوريه لكم. واوعوا ميه تيجي لمته ولا اي حاجه تيجي لمته حبايبي. وطبعا حبيت اوريكم بقى ان انا ايه خطوه خطوه كده معايا، على حس تبقى افكركم. انا كده بفكركم عشان الحاجات اللي طبعا الرنجه بفكركم قبل العيد. وطبعا يا حبايبي اقول لكم كل سنه وانتم طيبين يا حبايب قلبي، وتقعدوا لها بخير يا رب. انا حبيت افكركم كل حاجه، ويا رب بقى تعملوا لي اشتراك. وطبعا اللي بيشوفني يدوس على الجرس، الجرس يا حبايبي دوس على الجرس هيوصلك كل جديد من عند ام زياد، هيوصلك كل جديد من عند ام زياد. كل سنه وانتم طيبين داخل مصر وخارج مصر. واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.